إن الابتداع إما أن يكون في أمر ديني وإما أن يكون في أمر دنيوي. فالأصل في بدع الدنيا الحل والإباحة. لك أن تبتدع في أمور الدنيا ما شئت من الأمور، ابتدع صاروخا، ابتدع طائرة، ابتدع ساعة، ابتدع ملابس، ابتدع أشياء. فالابتداع في أمور الدنيا مفتوح على مصراعيه ما لم يخالف شيئا من الشر. وأما الابتداع في أمر ديني فإن الأصل فيه الحظر والتوقيف. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل بدعة في الدين فهي ضلالة، وكل إحداث في الدين فهو رد، كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. وقد استدل محسن البدع بجمل من الأدلة كقول عمر: نعمة البدعة هذه. ويجاب عن هذا بأن المقصود بالبدعة أي البدعة اللغوية لا البدعة الشرعية. وأيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة. ويجاب عنه بأن السنة الحسنة لا يعرف حسنها إلا بموافقة الشرع. وأما أن تخترع لنا عبادة ليست على وفق أمر الشارع ثم تصفها بأنها حسنة، من أين أتيت بحسنها؟ فالميزان بين حسن الأشياء وقبحه إنما هو موافقة الشرع من عدمه. فما وافق الشرع من الأقوال والأعمال فهو الحسن، وما خالف الشرع فهو القبيح. نعم.